النهاردة جايين نتعلم سوا خطوات سهلة وبسيطة نقدر بيها نتخلص من الريحة الكريهة ونحافظ على فروة راس صحية. وأولى الخطوات دي هي اهتمامنا بنظافة الشعر. الشعر بيتغسل مرتين في الأسبوع بشامبو طبي مناسب يكون بيحتوي على مادة الكيتوكونازول، مادة الزنك بايوسيون، السيلينيوم، حمض السلسليك. كمان لازم نهتم بتغيير كيس المخدة بانتظام، نعقم الفرش والأمشاط بشكل منتظم، ولازم نلتزم بنمط حياة صحي نبعد فيه عن الزيوت ومنتجات الشعر التقيلة زي الجل، نبعد عن الماسكات والوصفات الغير طبية اللي بيكون فيها بيض ومايونيز وحاجات من دي. لازم نهوي الشعر قدر الإمكان وخصوصا وهو مبلول نديله فرصته إنه ينشف بشكل طبيعي. كمان نبعد عن الأكلات اللي بيكون فيها توم كتير، بصل كتير، أو توابل نفاذة، وبكده تقدري تحافظي على شعر صحي، فروة راس نظيفة، وريحة ما فيهاش مشاكل إن شاء الله. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.